تخيل إنك شفت إعلان عن منتج جديد على السوشيال ميديا، تجاهلته. بعد يومين ظهر لك نفس الإعلان، لكن المرة دي أنت وقفت عليه شوية قبل ما تكمل سكرول. بعد أسبوع ظهر الإعلان تاني، المرة دي ضغطت عليه وشفت التفاصيل، بس برضه لسه ما اشتريتش. بعدها بأيام صاحبك جاب المنتج ده وقال لك إنه ممتاز، وهنا قررت تشتريه. طيب ليه ده ما حصلش من أول مرة شفته فيها؟ Why? بسبب بسيط، قاعدة 7 في التسويق، رول اوف 7. في دراسة أثبتت إن العميل المحتمل لازم يشوف الإعلان عن المنتج أو يسمع عنه 7 مرات في المتوسط قبل ما ياخد قرار الشراء، وده اللي خلى شركات زي كوكا كولا وبيبسي وغيرهم ينجحوا بالشكل ده. افتكر معايا كم مرة شفت إعلان لبيبسي؟ على التلفزيون، على اليوتيوب، في الشارع، في السوبر ماركت. الرسالة توصلك في كل مكان وبطريقة متكررة لكن غير مزعجة. حتى لو ما اشتريتش دلوقتي، اسم بيبسي محفور في دماغك، ولما تعطش جس وات هتفتكرها هي الأول. لو عندك بيزنس وبتعمل إعلان مرة واحدة أو بتتكلم عن منتجك مرة واحدة، غالبا جمهورك مش هيتفاعل. التكرار مش مجرد زيادة إعلانات، لكنه استراتيجية ذكية بتخلي الناس تاخد قرار الشراء تدريجيا. بدل ما تعمل إعلان واحد وتصرف عليه ميزانية كبيرة، جرب تعمل كذا إعلان بنفس الميزانية ولكن بصيغ مختلفة، فيديو، صور، ستوريز. الخلاصة، الناس بتحتاج تسمع عنك 7 مرات على الأقل قبل ما تقرر تشتري منك. محتاج استراتيجية إعلانات ذكية تخلي اسمك دايما محفور في دماغ جمهورك؟ كلمنا دلوقتي واحنا هنخلي البيزنس بتاعك رقم 1 في السوق.